وحياة امي سالتني. لك لا تحكي حياة امك. وحياة امي سالتني ليش؟ لانه انا بتذكر تماما شو حكينا جولاتنا معنا نختار. قلت لي كيف شايفك كيف حاسه، وحكيت انا وياك شوي. طيب هلا كيف ملاقيتي؟ كذب. كل فتره بيختلف وائل، لانه هو عم يمشي مش للافضل صراحه. ايه ليكي بس بتفرق حسب عند كل شخص، يعني مرات بيكون اللايف كتير حلو وعندك جو، ومرات ما بيكون في جو، بيكون عادي. حسب ايه ليش يا كيف ليلي؟ الوضع عندك. مزبوط كلامك، مزبوط. ليش بس؟ على فكره ليلي عم تحكي صح، بس انا مو انا هذا بقول اللي لك أقصده. بصراحه ليش، لانه الدعم الحقيقي هو الدعم اللي مش كل الوقت انت المعنوي. توب 1 توب 1 توب 1 توب 1، عرفت كيف؟ هذا ما اكيد بدعم بدك تيجي فتره انت يكون عندك مستوى كتير عالي وفتره لا. ايه صح. طبيعي بشكل يعني. عام انا بشوف انه بشكل عام البرنامج حلو، انه في كتير يعني كتير شغلات الواحد بيتعرف عليها وبيشوفها، بيشوف ناس كتير مختلفة، يعني اختلاف مصطفى يعني ارحب. اختلاف صح. برنامج كلايف عم صح. نحكي حسب سكوراتك، يعني عندك سكورات بتلعب جولات قوية، جولات حلوة، بتفوت جستات قوية. منهم قفاز. جحفلة، في جحفلة بالموضوع. هلا لنا قفاز. بيحكي تمام. نزلنا قفاز ليلي، ما عنا حدا. حمزة. نزلنا قاعد بالجنة انا بقول. انا اذا بقول مو مزبوط حمزة، اذا بقول مو مزبوط، شايف 3 صبايا بيهوشوا علي. يعني انت مع انا مزبوط. أكيد. اي حدا بيحكي اي كلمة منهم مزبوط. مستحيل. اوعى انت تكون غلطان يا حبيبي. فيك انت تعطي رأيك عادي. لا ما فيك، غلط غلط. هذا ما هذا مو من الحكمة انا تعطي لما رأيك. صورت عن تيك توك ما قصدت عن الدعم، لانه الدعم حتى مع انه الدعم كان افضل، بس انا قصدت حتى الناس ما كانت بهي العدائيه وما كانت بهي البذاءه، او ما كان في هذا التنمر. انا اول ما دخلت لعبت كان موجود وائل، كان موجود ثانيين. انا كانت الناس كثير صراحه في احترام. اي انا بعدين شفت فجاه صار برنامج اخر، مدري شو صار بدي 50 مشرف. صح. تمام. انا هذا اللي انت تغير، فانت فكرتوا على الدعم. انا ما فكرت، انا لا فكرت ولا أنا اللي حكيت، بس أنا عم بحكي على جو اللايف بشكل عام. انا ليش سالتك. ايه بقى تمام. انا ليش سالتك ميرنا؟ لانه بعرف انه رايك دقيق، عرفتي كيف، وصريح وحقيقي. لهيك سالتك، لهيك يعني انا بعرف صرت وائل بفوت، يعني بتطلع هيك في ناس تكتب عن جد حكي ما بعرف شو هذا. هذا ما كان قبل. ايه صح، صار كثير هيدا تمام. تبع قلة الذوق وهالشغلات كثير صارت قلة ذوق، قلة اخلاق واهتمام بالانسانية. في تعليقات ما فيها انسانية، ما فيها شرف. صح مزبوط. هلا الواحد ما لازم يهتم بالتعليقات. الواحد يطلع على الشيء الايجابي مو السلبي. يعني عليك يا مها. واحد يعني هلا هي طبعا الواحد بيشوف التعليقات الانسان يعني اللي بيطلع بيعمل لايف هو انسان بيتاثر. قد ما كان قوي، قديش قوي ما بيتاثر بالتعليقات. وهذا دليل انه ميرنا مثلا ما عم تلاقي هيك تعليقات، شايفه هيك تعليقات وما زالت مستمره وهي عم تشعر بقوه. في ناس انسحبت، ما قدرت تتحمل من اول يوم، من اول تعليق ثاني تعليق ما قدرت تتحمل، حملوا حالهم مزبوط. انا بعرف هيك تجربه انحكت لي انا بشكل شخصي. ايه. فلذلك يعني هذا البرنامج بيعلم القوه، بيعلم الانسان الصبر، حتى القوه، كيف يتعامل مع الناس كلها. مثل ما قالت معها كمان في اختلاف كبير بالثقافات. يعني بيجي اشخاص من اماكن المرجعيه الثقافيه تبعهم بتكون عاليه جدا، مثلا بدك تتعاملي معهم بهاي المرجعيه، بدك تعرفي تتحاوري معهم، تتناقشي معهم، حتى ولو كان تعليق. مثلا ممكن حدا يطرح عليك سؤال صعب الاجابه عليه، لازم يكون في عنده الواحد ثقافه كتير كبيره لحتى يقدر يجاوب على هيك اسئله. مثلا اسئله وجوديه، يعني شيء له علاقه بالوجود ايه. وبالمقابل في تعليقات تانية بتأثر يعني.
شايف مستواكم شو اسمه بطاطا. مستواكم نحن ثلاثة. وين سكورك انت يا حلو يا قمر؟ بدك تشوفي سكوري؟ طبعا يلا ما بنبسط. هلا يا هاي محمد سكور، شوفي هاي سكور. هيك هيك مو هي سكوراتك. كنا ضحك علي ب 1500. عالتربل. انا وحده من مزايا كثير، انا مثلا في جمهور ما كنت بعرف انه بيعرفني. ايه أنا محبه الليبيين هون انا ما كان لا يمكن، كيف بدي اعرف؟ ايه تماما. إيه. ما شاء الله، الله يحفظهم يا رب، يعني ان شاء الله يا رب هيك. تسلمي لي، كانك عم والله العظيم لما عم تحكي عن يعني عشان ما يكون رياء هذا الكلام، بس كل الليبيين هلا يمكن ما موجودين عندي يعني بشكل. لا وما عندي على فكره داعم ليبي واحد وبيجي كل 4 شهور مره، بس أيه. انا عم بحكي ادبهم وائل، تعليقاتهم المهذبه. انت عم تشوفي بالتعليقات، انا شفتهم على ارض الواقع. مو معقول ما الطفهم. مو معقول هذا الشعب ما بيغلط بكلمه. يعني لما بتحكي ما بيغلط بكلمه، صدقا انا عم بحكي عن جد. انت بتعرف، بسألك شغله، بهذا الشعب هن 8 مليون و600 ألف نسمة. ما شاء الله. 2,400,000 حافظين القرآن كله. ما شاء الله. حافظينه كامل. 2,400,000 ليبي حافظين، يعني ربع تلت الشعب الليبي حافظ القرآن وبيخاف الله وبيتقي الله وشعب ملتزم هيك اخلاقيا، يعني حقيقه شعب ملتزم اخلاقيا، شعب بيفهم يعني. هون على اللايف مو ايه. معقول شو انا عم اقول لك، كان لا يمكن، انا ما زرت ليبيا. ايه بس انا شفت هون ناس يعني كنت حاطه على الراس. ايه والله. وكمان أكيد من كافه انحاء الوطن العربي، بس انا كان لا يمكن يخطر لي انه بيعرفوني بليبيا مثلا، ما بعرف ليش كان يخطر لي انه ما بيعرفوني. لا انت معروفه. الشعب الليبي انت شعب معروفه. إيه بس معلش ما نوع عيب، يعني ممكن انت تكون بقرنة معروف اكثر، اشتغلت بمسلسل مشاف اكثر، هذا ما له شيء يعني بخجل او عيب. بس انا طبعاً. بحبهم الكبير، يعني تفاجأت انه مو معقول كمية الحب وبعدين بتنتبه بقى على الاخلاق، الادب، التهذيب. احسنتي. ايه والله مزبوط. ايه والله حقيقه. طيب قلبي بوسات طيب يا كتير جماعة، كتير. أنا حأنزل نشوفكم. شوفكم. وائل باي 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 يا ليلي. باي باي. باي يا باي روحي. باي باي.